مع الجونه، والجونه قدر ان هو يخطف نقطه مهمه جدا من النصر في القاهره. زي ما قلنا يا كابتن احمد ان كان مهم جدا للنصر النهارده مش 3 نقاط 6 نقاط، يعني مكسبه للجونه كان يحقق له انجاز كبير بانه يجمع 3 نقاط في المباريات اللي بالشكل ده. لازم يبقى فيه هدف واستراتيجيه للمدير الفني واللاعبين، لازم اكسب المباراه عشان ابدا اصلح موقفي من خلال الجدول. لكن التعادل يعني تقدر تقول بيخليني زي ما انا يعني. فدي طبعا لقطات من ده المباراه. الهدف الاول لفريق النصر، وده الهدف الاولاني، تصويبه من خارج ال 18، ودي حاجه من ضمن الحاجات الجمل اللي بيلجا ليها المدرب في التكتلات الدفاعيه يا كابتن احمد. يعني احنا ما شفناش النهارده يمكن الهدف ده بشكل جميل من بره ال 18 وتصويبه جميله في التكتل الدفاعي اللي موجود، بتبقى فيه صعوبه على حارس المرمى. أيوة. فبنحيي طبعا صاحب الهدف احمد سعيد على التصويبه الجميله اللي جه منها الهدف الاولاني. ده هدف التعادل يا كابتن علاء. والجونه واضح ان بدات تلم نقاط، يعني الجونه بقى يعرف ازاي يجمع نقاط من الجونه او في الجونه وخارج الجونه. هو بدا، بس هو كان النهارده 3 بونت بالنسبه له كانوا يبقوا مهمين جدا. لو طلعت حضرتك الجون ده النهارده الجون الرابع من ضربه ركنيه. يعني في مباراه المقاولين وبتروجيت 3 اهداف من ضربات ركنيه. 3 اهداف من ضربات ركنيه، وادي الهدف الرابع برضو الجونه في النص من ضربات ركنيه. ايوه برضو دي لازم نقف عندها برضو، يعني فين الرقابه هنا وفين يعني مش معقوله كده، يعني كل كورنر بجون على الفرق، يعني لازم يبقى الضربات الثابته لازم نشتغل عليها شويه. تمام. عموما الجونه استطاع ان هو يتعادل مع النصر 1-1 في مباراه مهمه، لان المهم في